دي الجبنة اللي احنا عملناها في البيت. يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت كتير عشان وريكوا الحاجات الجديدة اللي احنا ممكن نعملها. طبعا دي الجبنة البيضة زي ما وعدتكم ان انا هعملها وهوريها لكم. هي طلعت قرص زي ما انت شايفاه على حسب المصفى اللي انا حطيتها فيها. هوريكي كل المراحل اللي انا عملتها وازاي طلعت بالشكل ده. يعني هي طعمها حلو جدا. الميزة اللي فيها أكبر ميزة بالنسبة لي إنك بتتحكمي في الملح بتاعها. إذا أنت عايزة ملح كتير، إذا أنت عايزة ملح قليل براحتك. ممكن تحط فيها شطة، ممكن تعملي منها كذا حاجة. دي شكلها زي ما انت شايفة اهي. انا قطعتها زي كده وهحطها في العلبة، وبعدين هحط لها المية طبعا اللي نزلت منها، بس طبعا لازم اغليها الاول وبعدين احطها فيها. طبعا بالنسبة للجبنة ديت انا جبت المنفحة بتاعتها من امازون، وهي عبارة عن حاجة كده زي الاقراص. الجيركن بتاع اللبن بتاع كاسكو اللي هو الهول ميلك بياخد 2. طبعا بتدوبيهم في شوية مية في شوية لبن صغيرين، وبعدين بتحطيهم على اللبن في خلال ساعتين وتصفيهم. الشاشة ديت برضو أنا جايباها من على أمازون. حطيتها في مصفى وربطتها زي ما انت شايفة الربطة طالعة فيها. كمان من أهم حاجة إنك ما تخليهاش سخنة، يا دوبك دافية بس.